غنوجد معكم طاجين ديال السردين كيجي بنين بزاف بواحد لاصوص اللي كتجي غزاله. خاصكم ضروري تجربوا هذا الطاجين حيت فعلا كيجي بنين بزاف. وما تنساوش الا جربتوه شاركوا معايا تطبيقاتكم. اول حاجه كناخذ السردين طحنته في الهاشوار، كنزيد عليه التوابل، الكمون، قزبر، حبوب والتحميره، الخرقوم والبزار والسكينجبير والملحه والهريسه. تقدروا تضيفوها تقدروا ما تضيفوهاش، كتبقى اختياريه. جميع التوابل غتلقاوهم اسفل الفيديو. وكنزيد عليهم الثومه، تقريبا 3 دروز ديال الثومه، وجوج معالق كبار ديال البصله اللي قطعتها رقيقه على هذا الشكل، جوج معالق ديال القزبر ومعدنوس، والحامض المصير قطعته حتى هو على هذا الشكل معلقه كبيره. وكنخلط كل شيء، وكنزيد جوج معالق كبار ديال الروز اللي غسلته. كنحرك صافي كلشي وكنخليه على جنب. كندوز لاصوص اللي غادي ندير فيها جوج مطيشات كبار مع نص فلفله قطعتها وطحنت كلشي. وفي الطاجين كندير الزيت مع ديك لاصوص اللي طحنت، والتوابل اللي ما غاديش نديرها كامله، غندير فقط البزار، الملحه والتحميره. وكتنسموا بالاعشاب المنسمه، تقدروا تنسموا باي حاجه بغيتو. المهم انا هنا درت القزبر والمعدنوس، الملحه كيف سبق قلت لكم، وغندير شويه ديال الزعتر وشويه ديال اليازير، غير شويه شويه منهم باش نوازنوا المذاقات. صافي من بعد ما درت جميع التوابل والمنسمات اللي بغيت، كندير طاجين فوق العافيه. يتقلى ليا واحد شويه هاد لاصوص. من بعد عاد كنبدا نضيف فخيزو اللي غنقطعو دوائر على هنا. خيزو قطعته على هاد الشكل دوائر صافي، وكنستفو هكذا في الطاجين من بعد ما تقلات ليا مطيشه واحد شويه. وهنا بديت كنشكل كويرات ديال السردين اللي غنستفهم حتى هما في الطاجين فوق من خيزو. صافي. وبالنسبه للتزيين انا زينت بالفلافل، تقدروا ديروا الفلافل الالوان، درت فلفله خضراء هي اللي كانت متوفره عندي، والحامض وشويه ديال الزيتون. واخر حاجه درت مطيشه دوائر على هذا الشكل، والقزبر والمعدنوس شويه رشيتهم من الفوق، ودرت الفلفله الحاره اختياريه. وكنخلي الطاجين ديالي يطيب على المهل كيجي بنين بزاف، ضروري تجربوه بالصحه والراحه.